وبما اني مش عارفه في ايه، بس انا هفنطه واحده واحده معاكم. خلاص، لو طلعنا برضو النهارده انا قررت اكل سمين. السمين وما ادراك ما هو السمين يا ولد. احنا فين عند بيجا يا ولاد. بيجا بتاع النصريه في السيده زينب. شايفين امم الترابيزات كلها مليانه، الناس قاعده واخد محل قدامه. وده بقى العسل اللي اداني هديه، اداني حته ممبار هديه، كلتها كانت حلوه جدا. عسل. الناس الحلوه، الناس الجميله. هلو اضحك الصورة تطلع حلوة. ازيكم يا ولاد، عاملين ايه؟ النهارده انا قررت اكل سمين. السمين وما ادراك ما هو السمين يا ولد. السمين اللي انا دايما ما بفهمش انا باكل ايه، بس بيعجبني. فقررت ان انا اجيب رغيف من بجة في النصرية السيدة زينب، وهاكله ونشوف هو مكوناته ايه اللطيفة الظريفة اللطيفة، يعني هنشوفها مع بعض مش انا بس. هو اولا الرغيف بيتراوح من 30 جنيه ل 50 جنيه. تمام. انا جبت الوسط اللي هو ب 40 جنيه. هو الوسط ب 40 جنيه اهو. يعني بما ان الرغيف بس والله مليان، يعني هو رغيف مبطرخ. لو نزلنا بالكاميرا شويه يعني هو ايه، مبطرخ شويه. خلاص. بما اني انا بحب السمين بس ما بفهمش هو ايه، انا عايزه اشوف بس المكونات بتاعته ايه. يا جماعه ده الرغيف، ده الرغيف. خلاص. وده المكونات اللي فيه. وبما اني مش عارفه فيه ايه، بس انا هفنطه واحده واحده معاكم. خلاص. لو طلعنا برضو بالكاميرا شويه كده بس هلاقي ايه بقى. ايه بقى يا جماعه، دي انا على معلوماتي ان هي فشه، اللي هي شبه الكبده كده. طعمها حلو قوي. وفشه تاني، دي فشه ممبار. انا عارفه الاسامي اهم. فشه. هنا شويه قطط. دي مش عارفه حاجه محروقه ولا ولا فحمه وقعت منهم في الاكل. مش عارفه يعني. والله دي فحمه، بس تقريبا كانت كفته. كانت كفته. القطط هنا كتير كفته واتحرقت منهم. ممبار فشه. يعني كويس ان انا لقيت فيه حاجه انا عارفاها. ودي كفته. هنا القطط فظيعه. طب انا عايزه اكل الكفته دي، عايزه ادوق. انا اول مره ادوق كفته عنده بصراحه يعني. وايه بقى هو حاطط مع كل رغيف رغيفين كمان زياده. فالراجل ده كريم قوي يا بابا. بس مش حاطط طحينه، حاطط مخلل. لفت. كفته حلوه، بس الكفته عايزه طحينه. انت بتندمني ان انا اجيلك. الممبار حلو، الممبار جميل، بس الكفته عجباني. كفته حلوه قوي. الكاميرا وقعت. بسم الله الرحمن الرحيم، اوله واخره. كفايه كفته. الفشه ليه مش حاطط لي كرش؟ انا زعلانه. كان ساعات بيحط لي حاجات بيضه كده، انا مش فاهمه. وحاجه عامله زي السنان، هي دي الفش. خدي في بقك دي يا حبيبتي. كريم عبد العزيز.
اصلها هتجيب نونا. هلو هلو يا ولاد، كده انا خلصت الرغيف. ايه رايكم؟ حلو؟ طعمه حلو؟ ايه رايكم؟ الرغيف بيندرج في ايه؟ بيندرج في الفشه وفي الممبار وفي الكفته. ده اللي انا شفته. كان في حد جايب رغيف تاني برضو، كان في حاجات برضو اللي هي السمين والحاجات الحلويات، ده اللي بيندرج عليه. فاحنا بنقول ان الرغيف ده من 30 ل 50 جنيه على حسب ما انت عايز، بس هو طعمه حلو. محطوط معاه رغيفين ومحطوط معاه شويه مخلل. انا كنت مبسوطه وانا باكله. حلو؟ طعمه عجبكم؟ حلو الرغيف. لو طعمه عجبكم اجيب للجروب كله، ال1000 متابع اللي عندي، اجيب لهم كلهم ايه؟ رغيفة سمين. يلا، كانت تجربة من عند بيجا يا جماعة، وكانت تجربة حلوة وعجبتني، والمرة الجاية في تجربة جديدة في الاكل جديد ان شاء الله.